هذه العوامل أيضا يستهدفون دوائر التخطيط ورجال الأعمال والعاملين بشكل كامل تخطط على مستوى خطط عبثية لتدمير المجتمع. اللي ظهر هنا يعني بالبصرة وبالعمارة وبغداد اللي ظهر أمامنا أنه كيف السيطرة على المخدرات. يعني الطبيب اللي يسوي عملية قلب أو يسوي عملية للظهر فقرات أو كذا أو عملية مثلا ولادة أو كذا يعطي أدوية قوية المفعول حتى المريض يسترد عافيته في أسرع وقت. اللي حدث الطبيب يعطي الأدوية وبشكل مكثف على مدى الضحية شنو هو؟ بمرور مدة أسبوع الدواء والمريض ما يدري أسبوعين تحول إلى إدمان. المريض قد يسوي عملية أو يسمونها بمهجئات إذا كانت نفسية. يعني جريمة الطبيب ما يحدد وقت، هذا كم تأخذ دواء متوفر، 5 أيام متوفر. اللي يكمل هذه الجريمة الصيدلاني أيضا يستفيد على حساب أمن وسلامة هذا الشخص في معدل الأعمار. زين كيف الحل منها؟ هذه أدوية صحية اجوا خبراء الكيمياء من دول العالم طوروها تصير إدمان. إذا صارت أدوية عشبية مخدرات أو مادة مخدرة عشبية سووها هجينة تجمع ما بين العشبية والكيميائية. فالمارجوانا والحشيش تحولت فيما بعد وطوروها واخذوا مفاعلاتها وخلوها الكريستال اللي هي المادة الأولى القاتلة للمجتمع.